أهلا وسهلا بيكم. اتجوزت من 3 شهور وعايشة في شقة مع حماتي في نفس البيت وعايشين طول الوقت مع بعض. المشكلة إنه حماتي طول الوقت تعلق على كل حاجة وعينيها معايا في كل حاجة، حتى لبسي ما بسلمش من تعليقاتها فيه. والمشكلة إن هي بتيجي تقوم جوزي وتقعد تسخن فيه وتقوله شوف هي لابسة ازاي، شوف بتعمل ايه، شوف بتسوي ايه. يقوم جوزي يطلع يبقى متضايق ويتعصب عليا وتقوم الخناقة ويبقى مش طايقني. قولولي ايه الحل، قولولي اعمل ايه. المشكلة دي اتبعتتلي وعايزة حل ضروري. عشان يا ست الكل تحلي مشكلتك من اول الجواز، انت محتاجة فعلا تبني اساس كويس صح من الاول، عشان ما تقعيش في كل ست بتقع في نفس الفخ. وهي ايه؟ الحدود. ان هي تعمل لنفسها حدود وتعود اللي قدامها ان دي حدودها، ما تتخطاهاش، ده خط احمر ما تتخطاهوش. في الاول هيكون في زعل شويه، في الاول ممكن يقولوا عليكي تنكه شويه، في الاول هيقولوا عليكي واخده جنب وشايفه نفسك علينا. كل ده تمام ولا يهمك طالما انتي عارفه ان انتي صح. وعشان تعالجي المشكلة دي محتاجة الأول إن انت تعالجيها داخليا جوه نفسك. ليه بتتأثري بكلام أي حد؟ مش بس حماتك. ليه بتتأثري وتتهزي؟ معناته إن انت من جواكي محتاجة تعيدي ثقتك في نفسك وتشوفي ايه النقطة الضعيفة فيكي. النقطة الضعيفة فيكي إن انت حاسة إن انت قليلة ومش كفاية، إن انت بتتهزي ومحتاجة إن انت بتاخدي قيمتك من اللي حواليكي. مصدر قيمتك هو كلام اللي حواليك، ان الناس تقول واو دي لبسها جميل، دي كل حاجة بتعملها حلوة وست شيك وست وست. فانت محتاجة تعيدي ترتيب البيت اللي جواكي الاول وتشوفي انت مصدر قيمتك ايه. مصدر قيمتك لو نابع من نفسك ان انا عارفه ان انا جيده بشكل كافي، انا عارفه ان انا استحق بشكل كافي، انا عارفه ان انا استاهل الحب بشكل كافي، انا عارفه ان انا استاهل كل حاجه من غير اي سبب، من غير اي حاجه. وانا عارفه ان انا حتى لو غلطت انا مسامحه نفسي ومن حقي اغلط ومن حقي ان انا اصلح غلطي. مفيش حد له حكم عليا، ومفيش بني ادم في الدنيا كلها يقدر يحكم على بني ادم الا الله سبحانه وتعالى، ان الحكم الا لله. فالمبادئ دي والقوانين لو انت حطيتيها قدام عينيكي في اي تعامل مع الناس هتسلمي من اي علاقه مؤذيه. لكن طول ما انت ماشيه في خط ان انا امشي جنب الحيط واحاول ان انا اطبطب وراضي، وان انا بقى اكسب اللي حواليا وود اللي حواليا وابقى لطيفه وابقى ظريفه، وما تبنيش الحدود اللي احنا قلنا عليها، اعرفي ان انت هتخش في علاقة مؤذية أكتر وأكتر وأكتر. ادي نفسك تعرفي تقولي لأ لأي حاجة في الدنيا تأذيني، أي شيء يأذيني. عدي أي حاجة كده، أي موقف، أي حاجة، أي طلب، أي حاجة على مشاعرك الأول، وقولي هو أنا حاسة بإيه؟ هو أنا بعمل دوت عشان إرضاء الآخرين ولا علشان يقولوا عليا ده لطيفة ده ظريفة، ولا عشان أكسب قدام، ولا عشان خاطري أنا بعمل ده من جوايا بحب وعارفة إن أنا بعمله بوعي مني إنه ده مش أذيني، وإن أنا مبسوطة إن أنا بعمله. فلازم الأول أي حاجة أنت بتعمليها أو بتفكري فيها أو بتقوليها عديها على مشاعرك الأول، عديها على نفسك الأول. هل ده هيأذيني ولا مش هيأذيني؟ فلو هيأذيني قولي لأ، وحطي الحدود بتاعتك. الحدود ده ازاي؟ حد بيعلق على لبسك طول الوقت وده بيضايقك، في الحالة دي هتروحي بقى تقولي لجوزك وتعملي مشكلة. هو طبعا صعب جدا ان هو يرد بديل عنك. في الحالة دي هتحطي الحدود بتاعتك. معلش يا جماعة بلاش نعلق على لبس بعض أحسن. فهنا انت حطيتي الحدود بتاعتك. لو اللي قدامك ما احترمش الحدود تقدري ان انت تحرجيه بكل أدب وبكل ذوق. بلاش تكوني قماصة، بلاش تكوني منفعلة، بلاش مشاعرك هي اللي ترد وتسبقك، لأن ده هيخليكي تندمي كتير وهيخلي علاقتك سيئة بكل اللي حواليكي. اتعلمي فن الرد، وتخيلي كده الحاجات اللي بتضايقك كده حطيها قدام نفسك وشوفي انت هتردي عليها ازاي بأدب وباحترام، وتبقي عارفة ان المشكلة جوه اللي حواليكي، في اللي حواليكي مش فيكي. هو اللي عنده احساس بالغيرة، احساس بالنقص، فبيحاول يقطم فيكي ويكسر فيكي، يحرجك، يضايقك. فلما انت تتضايقي وتتعصبي فده معناته ان انت اصلا عندك نقطة محتاجة انك تعالجيها زي ما قلنا قبل كده. محتاجة تقعدي مع نفسك قاعدة كده وتراجعي نفسك ايه نقط ضعفك. لما تراجعي نفسك ويبقى عندك ثقة في نفسك وعارفة كويس ان منبعها من الداخل هتبقي هادية. فأي حد هيرد عليكي هيديكي رد يضايقك، حاجة هتضايقك، تعليق، فين الخط الأحمر بتاعك؟ فين الرد بتاع قصف الجبهة؟ هو ده اللي انت هتردي بيه في كل المواقف. تخيلي كده واكتبي مع نفسك شوية ردود تعرفي تردي بيها بكل ذوق وبكل أدب.
طبيعي جدًا في أول الجواز هتلاقي إن طباعِك لسه بتتأقلم مع طباعهم، وطباعهم بتتأقلم مع طباعِك، فهتلاقي في العين عليكِ شوية، فده شيء طبيعي، فأنتِ محتاجة إن أنتِ يعني تحطّي نفسِك كده مكانهم وتشوفي بعينيهم، شخص غريب لسه داخل عليكِ ومختلف عنِّك، فأنتِ محتاجة إن أنتِ تعذريهم، تعرفي طبيعة الوضع، واعرفي إن أنتِ مع الوقت خلاص هيعرفوا إيه اللي أنتِ بتتضايقي منه ومش هييجوا جنبِك. طالما أنتِ واثقة من نفسِك جدًا، وعاملة لنفسِك قيمة ووزن من جواكِ، وإن أنتِ مش بتتأثّري وتتعصبي وتردّي بمشاعرِك، وعايزة أقول لِك ما تحطّيش نفسِك أبدًا في وضع دفاع عن النفس، يعني لو حد لامِك أو عاتبِك أو انتقدِك في أي شيء، اوعي تدافعي عن نفسِك، لإن ده بيدّي وضع ضعف ليكِ، إحنا عايزينِك دايمًا في وضع فيه قيمة وفيه هيبة ليكِ كده يعني قيمة، ليكِ قيمة وعارفة قيمة نفسِك واللي حواليكِ عارفينها كويس أوي. لو حد ضايقِك بحاجة معلش أنا الحاجة دي بتضايقني، طب ليه؟ معلش الحاجة دي بتضايقني، موضوع أنتِ مش عايزة تتكلمي فيه معلش الحاجة دي مش عايزة أتكلم فيها، مش باحب الكلام فيها وغيّري الموضوع، وبكل بساطة وبكل هدوء. أمّا بقى بالشِق اللي جاي لجوزِك بقى هو ده الأساس، هو ده اللي تعرفي إزاي أنا جوزي هُم بيقولوا كلام عليَّ ويسخّنوه ويقلبوه عليَّ، تمام تعالي أنتِ استوعبي ده وهاتي الأستيكة بتاعتِك وامسحيه. وعلى فكرة صدقوني إن الكلام السيء بسرعة بيزيل أثره لمّا الراجل يلاقي سِت كده فاتحة حضنها ليه بتستقبله بابتسامة، بكلمة طيبة، بهزار، بروح حلوة، كل ده هينساه، وهي اللي هتبقى الطرف الأقوى. وكمان اتعودي تسوقي لنفسِك. هاتي لبسِك وخلّي جوزِك يختار ما بين لبسِك، والله بُصّي أنا عارفة إن ذوقك جميل أوي وأنا واثقة إنه هيبقى ذوقك زي ذوقي، وخلّيه هو يختار لِك اللبس وبعد ما يختار قولي له تصدّق إن أنا فعلًا كنت عايزة أختار ده، وورّي له لبسِك قد إيه أنتِ جايباه وفرحانة بيه وقد إيه هو قيمة أوي وإن أنتِ يعني جايباه من أغلى مكان وأحسن حاجة وكل الناس بتقول عليه جميل، وسوّقي لنفسِك، دايمًا سوّقي لقيمتِك، دايمًا حسّي من جواكِ إن أنتِ حاجة كبيرة أوي، فاللي حواليكِ هيحسّوا بده. ما أقصدش بيه الغرور والله ولا الكبر، بس أقصد بيه القيمة، الاستحقاق، إن أنا أحس نفسي إن أنا أستحق، أحس نفسي إن أنا أستحق الاحترام، أستحق المعاملة الكويسة، أستحق الحب. وكمان عوّدي نفسِك إن أنتِ ما تشتكيش لزوجِك أبدًا عن اللي بيحصل ما بينِك وبين حماتِك وجوّه بيت العيلة. خُدي حقِّك بالأدب وبالاحترام وبفَن الرَّد، شوفي إيه المواقف اللي حصلت معاكِ وإزاي بقى تتعلّمي منها وتعرفي تردّي، رَد مُهذّب ومؤدّب وما يخلّيش اللي قُدّامِك يجرحه، في إحراج فقط للي قُدّامِك. بالنسبة لزوجِك عوّدي نَفْسِك إن أنتِ لمّا تقولي له الحاجة قولي له الحاجة من باب إن أنا بابلّغك بس باعرّفك يا حبيبي عن اللي حصل، بس عادي يعني عشان خاطر أي حاجة في الدنيا أنا أستحمل أي حاجة في الدنيا عشانك، وعدّي الموقف، بس من باب إن أنتِ بتبلّغيه باللي حصل عشان يبقى في الصورة وعارف كويس أوي يعني أي حد بيعمل معاكِ أي موقف. حاولي تحدّي من قِلّة الخلافات والمشاكل بالذات في أول الزواج، يعني حاولي إن أنتِ لو عايزة تعاتبيه، عاتبيه بلطف، بهزار، بدلع. ده هيخلّي هيفهمِك بأسلوب حلو، أمّا بقى الخلاف وإنه تقفلي معاه ويبقى في قفلة كده في النُص، كتر ده هيخلّيه يروح لأهله وينفر منِّك، أنتِ واقعة دلوقتي في مشكلة، إن أنتِ دلوقتي يعني بتحاولي إن أنتِ تعوّديه على طبعِك، بتحاولي إن أنتِ تحببيه فيكِ، في نفس التوقيت في حد تاني بيقوّموا عليكِ وبيسخّنوا عليكِ، فأنتِ محتاجة أنتِ اللي تكسبي. هي مش حرب علشان ما تبقيش في وضع ضغط نفسي طول الوقت، وطول الوقت بتفكّري وفي overthinking مع الوقت تتعبي من كتر التفكير ومن كتر ردود الأفعال، هي مش حرب، بس أنتِ تبقي عارفة كويس أوي إن أنا في كل الحالات هاعاملك كويس أوي وبكل وِد وبكل احترام، وهاعاتبك عتاب جميل خفيف ظريف، بحيث إن أنا الحضن الدافي، أنا المكان اللي فيه سلام وفيه أمان، طول ما أنتِ حاسة بالسلام جواكِ ده هو هيحس بيه، لكن طول ما أنتِ حاسة بالتوتر والقلق ده غصبٍ عنِك حتى لو بتمثلي برضُك هييجي وقت وهتُقعي، وهيبان ده قدّامه وقدّام اللي حواليكِ، يا إما هييجي على أعصابِك وهيضغطِك وهييجي على حساب صحتِك، فالأحسن إن أنتِ تبقي دايمًا في سلام وأمان، تصنعي لنفسِك بإن أنتِ تذكري ربنا، تقرّبي من ربنا، تقولي الأذكار، تعرفي يعني قُربِك من ربنا هيخلّيكِ في حالة هدوء وسلام، وتدرّبي مشاعرِك دايمًا بإن أنا مشاعري دايمًا في حالة هدوء، طبطبي على نفسِك، طبطبي على نفسِك وخلّي دايمًا حُبِّك لذاتِك وقيمتِك منبعها من جواكِ، وليس مصدرها زوجِك ولا أي حد في الدنيا كلّها.
الأشخاص اللي حوالينا هم فقط بيكمّلونا أو بيزوّدوا الحاجة اللي عندنا، لكن إحنا كده عندنا قيمتنا، عندنا حُبّنا لذاتنا، حاسين بكل حاجة جوانا، وبنستمد أي احتياج من الله سبحانه وتعالى. عشان يبقى عندِك سلام داخلي كمان محتاجة إن أنتِ تشغلي نفسِك في حياتِك بحاجات كتير أوي، بعيدًا بقى عن إن أنتِ تركّزي على حماتِك قالت، إخوات جوزِك قالوا، فلانة قالت، وده عاد، وده موقف حصل. حاولي يكون عندِك اهتمامات كبيرة في حياتِك تخلّيكِ تخرجي من الجو اللي أنتِ عايشة فيه دايمًا في حالة إن في حد مركّز عليكِ. إن في حد مراقب تصرفاتِك، إحنا اللي بنعمل تحرُّر لمشاعرنا، إحنا اللي بنخلّي عندنا إحساس بالحرية والسلام، مش اللي حوالينا هم اللي بيفرضوا علينا الواقع اللي إحنا عايشينه، مش عشان في بيت عيلة يبقى أنا هاعيش حياة تعيسة وهيفرضوا عليَّ قيود وتحكُّمات، مش عشان كده، ما فيش حد في الدنيا كلّها يملك مشاعرك، ما فيش حد في الدنيا كلّها يقدر يملك إحساسِك اللي أنتِ عايزة تحسّيه. ما حدش يقدر لو أنا حاسة دلوقتي بالراحة والسلام والطمأنينة والسعادة، ما حدش ساعتها يقدر يخلّيكِ تختاري مشاعر غير دي، ألّا أنتِ من جواكِ اخترتِ مشاعر مختلفة، أنتِ اللي من جواكِ سمحتِ وفتحتِ الباب إن اللي قدّامِك يعصّبِك وينرفزِك. نصيحة ما تعذّبيش نَفْسِك وتأنِّبيها، دايمًا سامحيها على المواقف، ولو أنتِ غلطتِ قولي عادي ما أنا بشر، أنا مسامحة نَفْسي، أنا عارفة إن أنا غلطت وهاحاول أصلّح الغلط ده بإني أنا أتعلّم منّه، إن أنا يعني مش هو آخر حاجة في الدنيا. حاولي دايمًا باستمرار تشوفي إيه الموقف وأنا هاصلّح منّه إزاي، وده حاجة تدفعني وتخلّيني أتقدّم أكتر وأكتر. وبالنسبة للناس اللي هم يا جماعة بيعملوا برامج وفيديوهات كتيرة عن كيد النسا، وإزاي بقى في بيت العيلة وحماتِك تاخدي حقِّك إزاي من حماتِك ومن فلانة بكيد النسا وإزاي تفرسيها، كل الكلام ده بعيد خالص، بعيد خالص عن السلام والأمان النفسي، لإنه بيخلّي الإنسان في حالة زيف، وطول ما أنتِ في حالة غير حقيقية غير نفسِك، ده هيخلّيكِ دايمًا متعذبة من جواكِ، مش راضية، مش مرتاحة، في حاجة ناقصاكِ. لكن طول ما أنتِ بحقيقتِك هتحسّي بالحرية، هتحسّي إن أنتِ أنا فعلًا أنا مرتاحة، أنا متطمنة، أنا مبسوطة. طَب أنا من الأول أعمل إيه؟ هي كل الحكاية إن أنا أعمل خطوط، إن أنا أعمل حدود، حدود باعوّد الناس عليها، إن أنا أعرف أقول بس كلمة لأ، إن أنا يعني أشوف نَفْسي رقم 1 أنا محتاجة إيه، وبعدين أشوف اللي حواليّا، ودي مش أنانية، ما باتكلّمش عن النرجسية المريضة أو الأنانية المريضة. لكن أنا باشوف أنا لو أنا ما أشبعتش احتياجاتي الأول وشُفت أنا محتاجة إيه، وشُفت إن أنا جسمي مثلًا محتاج يرتاح الأول، مش هاقدر أسعد اللي حواليّا، مش هاقدر أدّي اللي حواليّا. فالإنسان يشوف نَفْسه هو محتاج إيه الأول، وبعدين يبتدي يشوف اللي حواليه هم محتاجين إيه على حسب قدراته، على حسب طاقته، وربنا هو سبحانه وتعالى اللي قال: "لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها." إحنا بقى بنكلّف نَفْسنا أكتر من وسعها. أنا باتضايق من الناس اللي بتنزّل فيديوهات عن كيد النسا وبيت العيلة وإزاي تتعاملي مع زوجِك ومَكر ودهاء وكل ده، إحنا مش محتاجين يا جماعة والله كل ده، إحنا محتاجين نظهر بنفسنا الحقيقية ونبقى مرتاحين ومبسوطين وراضيين عن نفسنا وعارفين قيمتها وواثقين من نفسنا وفي نفس الوقت عاملين حدود، كل اللي حوالينا عارف الحدود دي،